هو انا ازاي هصلي وانا بعمل ذنوب كتير؟ يعني باي وش هقابل ربنا؟ بص يا صاحبي، هحكي لك قصه هخليك تفهم الموضوع احسن من كده. ايه هي؟ كان في راجل شغال كل يوم في مزرعته وبيتعرض للتراب والطين كتير. كل يوم لما بيرجع البيت اول حاجه بيفكر يعملها بياخد دش علشان ينظف نفسه من كل الوساخه اللي اتجمعت عليه. تخيل بقى لو الراجل ده قرر ما ياخدش دش ولا ينظف نفسه، شكله هيبقى عامل ايه بعد فتره؟ اكيد هيبقى مليان وساخه وريحتها مش حلوه. بالظبط كده، الذنوب اللي بنعملها كل يوم زي الوساخه اللي بتتراكم علينا. الصلاه هي الدش اللي بينضفنا من الذنوب دي. كل ما نصلي بننضف نفسنا وقلبنا من الذنوب، وده بيقربنا لربنا. يعني الصلاه هتنضف ذنوبي زي الدش اللي بينضف الجسم؟ ايوه طبعا، الصلاه بتطهر القلب والنفس، فلازم ما تفوتش الصلاه مهما كانت ذنوبك، علشان هي اللي هتساعدك تتخلص منها. طب ابدا منين؟ ابدا بالنيه الصافيه انك عايز تتغير وتبقى احسن، ودايما ادعي ربنا انه يعينك، وربنا ان شاء الله هيعينك. وكل ما تقع ارجع صلي واستغفر، وربنا هيغفر لك طالما قلبك صادق. قال يا رسول الله إنني أذنبت ذنبا. قال اجلس اجلس اجلس. فلما انتهى النبي من صلاته قال أين الرجل الذي أصاب ذنبا؟ قال أنا يا رسول الله. قال قم فقد غفر الله لك، لأنه جالس صلى مع المسلمين. الصلاة تمحو، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الحسنات يذهبن السيئات. وكل ما تقع ارجع صلي واستغفر،